السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب الغاليين، رجالة وحوش الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد وفيديو جديد مع أخوك الكبير مستر محمد فتحي. قبل ما نبدأ طالب بس منك إنك تسمي الله كده وتتوكل على الله وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو. بس ده كل اللي أنا طالبه منك. الحاجات دي مش هتاخد منك بالظبط دقيقة واحدة. طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. ميعادنا النهارده مع الوحدة الثانية، هناخد الدرس الأول، درس المتباينات. إيه المتباينات دي؟ لا، أنا من قبل ما أجاوب أنت عارف إن زمان كان يقول لك إيه؟ بص يلا يا حبيبي، لو العلامة عادلة وشها كده أنا بسميها أكبر من، ماشي، ولو عادلة وشها كده أنا بسميها أصغر من، ولو حاطط شرطة كده بسميها أكبر من أو يساوي أو أصغر من أو يساوي. طيب تمام، إيه الجديد بقى في المتباينات؟ الجديد عليك السنة دي إن إحنا مش هنكتب المتباينة بس، إحنا هنكتبها ونحلها. لا، ده الموضوع صعب ولا حاجة. لو أنت شاطر في المعادلات فأنت شاطر في المتباينات. يعني هي بنسبة 99% المعادلات هي المتباينات. فرق بس ايه شويه حاجات بسيطه اقول لك ان شاء الله حاجه منها النهارده، وبعد كده يا سيدي انطلق بقى حل براحتك. خلينا نقول بسم الله ونبدا. تعالى كده ايه نكتب شويه متباينات. مديلك شويه امثله هنا، تعالى نحلهم. بيقول ايه بقى؟ يشترط ان تقل كتله حقيبه السفر عن 18 كيلو جرام او كيلو جرام. حاضر، هقول له بفرض، هنفرض ان كتلة حقيبة السفر اكس. هفرض ان اسمها اكس. طيب وبعدين اقول له ادي اكس مالها لازم تقل عن كام؟ عن 18 كيلو جرام. بس كده والله سهلة جدا. طيب اللي بعدها بيقول لي يشترط ان يكون عمر الطفل 4 سنوات عشان يخش المدرسة. يعني لو عنده 4 ماشي يخش، عنده 5 يخش، عنده 6 يخش، انما لو عنده 3 سنين لا ما ينفعش. طب 4 سنين الا يوم برضه ما ينفعش. هقول له بفرض ان عمر الطفل هسميه مين؟ اكس. بفرض ان عمر الطفل هو اكس، ماشي. بيقول لك ايه؟ لازم عمر الطفل يكون اكبر من ال4 سنين او يساويها. تاني، او يساويها. يعني 4 سنين يقبل، 4 سنين ويوم يقبل، 4 سنين الا يوم لا ما يقبلش. لما يتم بقى ال4 سنين بقى اقدمه له ان شاء الله. طيب يا سيدي، بيقول لك ايه بقى السؤال اللي بعديه؟ عدد. ايه العدد ده؟ اقول له بفرض ان العدد هو اكس، ماشي. اذا طرح، يبقى اكس طرح من 4 امثاله، لا يبقى هو من 4 امثاله. اذا طرح من 4 امثاله، طرح كام؟ طرح 5. اوكي ماشي. كان الناتج اقل من 12. بس كده خلصت المسألة. اللي بعدها تاني، عدد. بفرض ان العدد هو اكس اهو، اذا اضيف يعني زائد الى ضعفه، لا يبقى 2 اكس. 3 حاضر. كان الناتج اكبر من او يساوي 7. طيب تمام، بس كده سهله وبسيطه. تعال نخش يا سيدي على الجزئيه اللي بعدها. طبعا هسيب لك دول خلاص تحلهم انت، حاجات سهله جدا. خواص التباين. عندي شويه عمليات كده، تعال ندرسها هنا ونشوفها. تخيل معايا يا صديقي العسل ان انا جيت قلت لك 8 اكبر من 6. تقول لي بس ما انا عارف 8 اكبر فعلا من 6، انت ما ابتكرناش لسه حاجه. اقول له خلاص طب اهدى طبعا عليا، اهدى كده عشان نشوف ايه اللي هنعمله. تخيل ان انا جبت ال8 دي وضفت عليها سوري معلش، وضفت عليها 2 وادي الاكبر 2 زي ما هي. او تعالى اكتبها لك بطريقه جميله خالص. ادي ال8 وادي ال6. تخيل ان انا ضفت لل8 2 وضفت لل6 2. هل هيجرى حاجه؟ لا والله. 8 زائد 2 10، وال10 اكبر من 6 زائد 2 8، يبقى ال10 اكبر من 8. احنا لسه ما عملناش حاجه. طب تمام، همسك برضو ال8 زي ما هي اكبر من ال6. تخيل ان انا جيت طرحت من ال8 2 وطرحت هنا 2، ماشي. ايه اللي يحصل؟ اقول والله 8 ناقص 2
6 والستة أكبر من 6 ناقص 2 4. وهي ماشي كلامك سليم. يبقى في عملية الجمع والطرح شغالين تمام ماشي. بالنسبة بقى تعالى لو جيت أنا مسكت آدي التمانية أكبر من الستة. تخيل إن أنا جيت ضربت التمانية في 2 وضربت الستة في 2 عملية الضرب. 8 في 2 16 أكبر من 6 في 2 ب 12. يبقى برضو خد لي كده معاهم إن عملية الضرب كمان تمام بس مش تمام قوي يعني. ليه؟ هتشوف دلوقتي. تخيل معايا معايا لسه ال8 اكبر من ال6. تخيل ان انا جيت ضربت ال8 دي في -1 وضربت ال6 دي في -1. طب استنى، 8 في -1 -8 اكبر من تنزل 6 في -1 -6. ايه ده؟ هو من امتى -8 اكبر من -6؟ ده احنا واخدين في السوالب الرقم الصغير يبقى كبير، يعني -6 اكبر. لا لحظه كده فهمني. لا ما انا هقول لك. لو جيت تضرب او تقسم على رقم سالب او اشاره سالبه، بص التركيه دي، اقلب علامه التباين. ازاي يا حبيبي؟ دي احنا بنقول كنا اكبر من او عادله وشها الناحيه دي، لا اقلبها لي خليها العادله وشها الناحيه دي بس خلاص، مش اي حاجه حصلت. برضو في الجسمه والله، يعني جيت قلت ادي ال8 اكبر من ادي ال6، قسمت هنا مثلا على -2 وقسمت هنا مثلا على -2. طبعا موجب على سالب 8 على 2 فيها ال4، وادي ده انزلها زي ما هي 6 على 2 فيها ال3 والسالب ينزل. هل -4 اكبر من -3؟ ده الرياضه تطلع تشتمنا واينشتاين يطلع من الجبر يسبلنا. عظيم، ما ينفعش، مشكله ومصيبه، ما ينفعش. يبقى اقلب الاشاره او اقلب علامه التباين. تاني واخر مره هقولها، بس لحظه عشان نسيت اهم حاجه نسيتها. ايه هي؟ لحظه بس، عد لحد 3. 1 2 3 يا مستر اهو، بس خلاص جيت. دي مهمه لازم، عشان ايه؟ نعرف نشرح ونتكلم نشرب، مش حاجه وحشه ينسون اهو. خلاص بسم الله. بس يا سيدي الدرس خلص. مش عارف بتاخدوا دروس على ايه لما الموضوع سهل وبسيط يعني. ماشي، تعال نحل بقى ايه؟ المتباين. خلاص بقى عرفنا الكلام ده، خلاص عرفنا ده كله ده، خلاص يا ناس عرفت. تعالى بقى ايه؟ نحل شويه ايه متباينات كده. يا مستر الموضوع صعب. يا ابني اسكت ما تضحكش الناس علينا، اسكت. حاضر هتغرجنا يا مستر. يا ابني اسكت ما تعرفش تسكت. الحمد لله. بص بقى، لا ده شكل الموضوع كده صعب ولا حاجه. تخيل معايا ان بدل علامه اقل من او تساوي دي عملتها لك تساوي بس. ايوه، ايه اللي يحصل برضه؟ حل، يعني نقول مثلا زي ما هي 4 ناقص 2 اكس تساوي 2. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي، دي معادله سهله. الموجب بيروح -4 تمام. اتفضل، -2 اكس تساوي 2 ناقص 4 -2. اقسم على -2 اقسم على -2. ماشي، -2 مع -2 راح. اتفضل عندي اكس تساوي سالب على سالب موجب 2 على 2 فيها الواحد. برضه فين؟ انا ما حلتش السؤال يا غبي. انا قلت لك المعادله هي المتباينه، بس فرق موضوع الجسم على سالب او الضرب في سالب. ايه ده؟ يعني انا هودي برضه الموجب سالب والضرب يبقى اسمه والجمع يبقى طرح والله العظيم. تعالى شوف، دي موجب نقولها الناحيه الثانيه -4. ماشي، دي خلاص راحت. اتفضل، -2 اكس اقل من او تساوي 2 ناقص 4 -2. اقسم للطرفين على -2. انا هقسم على سالب. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ انا قلت لك لو قسمت على سالب العلامه بتتغير. ماشي،
هقسم على سالب 2 وهقسم على سالب 2. اكس اكبر من او تساوي سالب 2 على سالب 2 1. ايه اللي اكبر من او تساوي السالب 1؟ اللي اكبر من او تساوي الواحد انا اقول لك. اللي اكبر من او تساوي السالب 1 عد بقى معايا. 1 معاك ماشي، و2 معاك ماشي، و3 و4 و5 و6 الى ما لا نهايه. خلاص يا سيدي الفاضل، خلاص يا مستر سهل. ماشي. طب تعالى هنا اضرب لي 3 في 5 15 اكس ناقص 3 في 6 ب 18 اكبر من 12. سالب يا مستر بيروح موجب 18. ماشي. اتفضل عندك 15 اكس اكبر من 12 زائد 18 30. اقسم على 15 اقسم على 15 دي مع دي راحت. اتفضل عندك اكس اكبر من 30 على 15 فيها الاثنين. ايه اللي اكبر من 2؟ والله بص، ممكن اقول له اكس تساوي 3 و4 و5 و6 و7 ولحد ربنا ما يكرمك تخلص الاعداد. وممكن اقول له اكس تساوي الصفه المميزه اخترت من اول اكس حيث اكس تنتمي لان واكس اكبر من 2. شكرا خلصت. اللي مش فاهم يحفظ. مش هنحفظ رضا بس هنحفظ بس ايه جزء من الصيغه. اكس حيث اكس تنتمي لي على حسب بقى هنا ممكن ان ممكن كيو ممكن ذات زي ما انت عايز بقى ربنا يكرمك. لسه ما خدتوش الار. طيب يا سيدي تعالى للسؤال اللي بعده. هنا 5 اكس تنزل زي ما هي ماشي، زائد 1 ماشي، اقل من او تساوي ماشي، 2 في اكس 2 اكس، 2 في موجب 2 موجب 4. لم بقى ايه الشمل، اولاد العم ودوهم مع اولاد العم واولاد الخال مع دي بالموجب 1 تيجي هنا سالب 1 ماشي، دي موجب 2 اكس تيجي هنا سالب 2 اكس. اتفضل عندك 5 اكس وجات لها دي سالب 2 اكس اقل من او تساوي 4 ناقص 1 3. تعالى بعد كده 5 اكس ناقص 2 اكس 3 اكس اقل من او تساوي 3 ماشي. اقسم على 3 واقسم على 3. 3 مع 3 راح، 3 على 3 فيها الواحد، يبقى اكس اقل من او تساوي الواحد. ايه اللي اقل من او تساوي الواحد؟ هنا بقى ما ينفعش تستخدم لي ان اللي هي الاعداد الطبيعيه، هتستخدم ذات. هتقول بقى ايه في ذات او في الاعداد الصحيحه بالنسبه لذات اقول له اكس تساوي اللي اقل من او تساوي سالب 1 اقل من او تساوي الواحد 1 0 سالب 1 سالب 2 الى سالب ما لا نهايه. بعد كده ممكن اقول اكس تساوي افتح قوس اكس حيث اكس تنتمي للذات واكس اقل من او تساوي الواحد. شكرا خلاص. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه، بسيطه وسهله، بسيطه وسهله. تعال نحاول بنفسنا. ماشي يا سيدي حاضر حاضر بس كده سهله وبسيطه. هنا دي 7 بالموجب تيجي هنا بالسالب 7. طب اتفضل عندك سالب 5 اكس اقل من او يساوي سالب 23 ناقص 7 سالب 5 اكس اقل من او تساوي سالب 30. اقسم على سالب 5 اقسم على سالب 5. حاضر دي مع دي راحت، اكس نزلت العلامه تتغير ليه؟ عشان قسمت على سالب. دي مع دي راحت، 30 على 5 فيها الستة. امتى اكس اكبر من او تساوي الستة؟ حاضر اكس تساوي 6 7 8 الى ربنا يكرمك ما لا نهايه. او الصفه المميزه اكس تساوي اكس حيث اكس تنتمي للان واكس اكبر من او تساوي الستة. شكرا. اللي بعدها لسه في السؤال الفجري ده لسه ولا فجر ولا حاجه. تشوف دلوقتي الموضوع سهل وبسيط. هنا ناقص 1 تيجي هنا زائد 1 ودي 2 اكس تيجي هنا سالب 2 اكس. اتفضل عندك 3 اكس دي جات لها بالسالب 2 اكس اكبر من او تساوي 1 زائد 1 2. 3 اكس 3 كيلو فاكهه ناقص 2 كيلو فاكهه يتفضل لك كيلو فاكهه اكبر من طبعا دي او يساوي 2. امتى اكس اكبر من او تساوي 2؟ 2 و3 و4 لحد ما لا نهايه. ماشي سهله يا مستر والله. صعبين؟ انا ما صعبتش حاجه، انا من الاول بقول لك سهل.
4 في 2 8 اكس، 4 في سالب 5 سالب 20 اكبر من سالب 4، تروح الناحيه الثانيه بموجب 20. ماشي. اتفضل عندي 8 اكس اكبر من سالب 4 زائد 20 يديني 16. ما غني لك الصبح خلاص بقى، خلي عندك دم. ماشي. اقسم على 8 اقسم على 8 اقسم على 8 اكس اكبر من ال 8 امتى؟ لما 9 10 11 12 لحد ما لا نهايه. السؤال اللي بعديه الموضوع سهل يا اولاد، سهل جدا جدا جدا. يلا اضرب 3 في 2 6 اكس، 3 في سالب 4 سالب 12 اقل من 2 في اكس 2 اكس، 2 في سالب 2 سالب 4. لم بقى ايه؟ ولود العم مع ولود الخال وولاد الست ومع ولود كده يعني، ظبط انت بقى الدنيا. حاضر. دي سالب 12 تيجي زائد 12 ماشي، دي 2 اكس تيجي سالب 2 اكس ماشي. كان عندك في الاول 6 اكس جات لها سالب 2 اكس اقل من اهي. هنا كان عندي سالب 4 اديت لها موجب 12 ماشي. حل بقى. 6 كيلو فاكهه ناقص 2 كيلو فاكهه يدي لك 4 كيلو فاكهه اقل من سالب 4 و12. خسرت 4 كسبت 12 يبقى انا كسبت 8. ماشي يا استاذ ماشي. اقسم على 4 اقسم على 4 اكس اقل من 4 هيبقى اقل من 2. امتى اكس اقل من 2؟ لما تبقى 1 وصفر وسالب 1. لا نعملها بقى صفه مميزه بقى خلاص. اكس عباره عن اكس حيث اكس تنتمي للذات واكس اقل من 2. انا بكتب دي بس ده كل ده محفوظ خلاص يا اولاد. سهله جدا يا مستر، حلينا 100 مثال اهو في ثانيه. تعالوا هنا بقى ايه نشوف المثال الجميل خالص. ماشي. مستر انت ساقط لغة عربية يا هبل. تعالى بقى يلا. مش دي مقامها 1 3 في 1 3 على 2 في 1 ب2 تنزل اكس زائد دي مقامها 1 في 5 5 على 2 في 1 ب2 اقل من او تساوي 5 ماشي. دي زائد تيجي الناحية التانية ناقص 5 على 2 ماشي. شاطر شاطر ربنا يا رب يهديك. عندك الناحية دي 3 على 2 اكس أقل من أو تساوي 5 ناقص 5 على 2 بكام؟ تدي لك 5 على 2. اعملها بقى بالآلة الحاسبة اللعبة اللي أنت بتلعب بيها دي. ماشي يا مستر. دي مضروبة، ركز معايا مهمة جدا. دي مضروبة تيجي الناحية التانية مقسومة 3 على 2 تنزل زي ما هي. ده مصيبه اهو مضروبه. المصيبه دي اخدها اوديها الناحيه الثانيه مقسومه زي ما هي كده خلاص. ماشي. تنزل عندك اكس اقل من او تساوي. يا مستر كنت بتقول لنا في ابتدائي سيب الاول شقلب العلامه العلى تبقى فيه واقلب الرقم 3 على 2 تبقى 2 على 3. كانوا بيغنوها لك زمان يقعد يقول لك ايه نزل نزل واقلب وشقلب. ما بحبش الكلام الهبل ده بس يلا خير ماشي. يبقى اكس اقل من او تساوي 2 مع 2 راحت. اتفضل 5 على 3. خلاص خلاص سهله وبسيطه. طيب اكس اقل من او تساوي 5 على 3 بالنسبه للاعداد الطبيعيه. فانت ايه الخمسه على 3 دي تقريبا كده 2 وحبه فكه. هتلاقي في الطبيعيه 1 و2 وصفر. هتلاقي في الصحيحه 1 و2 وصفر والسالب ما لا نهايه والحاجات دي كلها. بالنسبه بقى للراشونال نمبر اللي هي الكيو بنعملها ازاي بقى؟ اكس تساوي افتح قوس مجموعه اكس حيث اكس تنتمي لكيو. انا عملت الان والزد ادي الكيو واكس اقل من او تساوي 5 على 3. خلصت الحدوته خلصت الحدوته. سهله وبسيطه بس يا سيدي. حل بقى ايه. هسيب لك الواجب بتاعك ربنا يعينك يا رب. دول واجب 1 2 3 4 دول واجب تعملها في ان وزد وكيو خلاص. 1 2 5 واجب من 1 ل7 واجب ماشي. مجموعة الحل 1 3 5 واجب ماشي. خلاص كفاية يا ابني انا الواجب بتاعي كتير 1 و5 بس.
خلاص، وكل الاخطر سلي نفسك بيهم. خلاص هنخش بقى على الدرس الثاني ان شاء الله في فيديو تاني، احتمال اصوره لك زي ما انا كده بنفس اللبس ان شاء الله، بس هينزل لك بعدها بقى ايه بيومين تقريبا وبس. ده كان موضوع درسنا النهارده، مراجعه على ما سبق دراسته، بالاضافه هو مش بالاضافه، احنا عادي حلينا معادله عادي، مفيش حاجه جديده غير بس معلومه ان ايه لو قسمت على سالب اقلب العلامه بس. خلاص اشوفك على خير ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.